أرجمه على مجلما كان الله ني كل أبان كبو المون كبو ورن كبو لا يحتاج إلى المخلوقين إلى الولد والوالد والزوجة. وقوله ليس في معناه أحد جد من البرية من قوله تعالى عبود ولم يكن له ربي ثنتان كفوا أحد واترك في سانتاني شريك سانتاني. البرية بريان أي المخلوقات مخلوقاتان. هناك والوصف والنعت مترادفان معلومة وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعت للفعل. وكذلك الوحدانية والفردانية بمعنى فردانية وحدانية تكما. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية تكتمان ذات كذا تكو والفردانية صفة كيسة اللي تكو صفة ساوى النفكات من جروج. فهو متوحد في ذاته إن الدبار ذات ساكت متفرد بصفاتهم وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد. ولكن في اللفظ نوع تكريرات كيسجرا ولشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. خطبة تكرير أربعة. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. والتسجيع بالخطب اليد. وقوله ليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قول ليس في معناه أحد من البرية الجرة ليس كمثله الجسني تعالى وللدنيا. قوله يجي مصنف رحمة الله عليه تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. تعالى ربي التئه القلائه أي تنزه عن الحدود حد ونرادانغار القلائه عن الحدود حد ونرا والغايات هنغر غايا أباجو هنغ ربي أغان غايان سا أغان يجورا. نحن لا نعرف الحدود والغايات. حدود ربي تغايا ربي دا بيكنو حدودني حدي منطقي يستو وانا بيت حدد منقب لأنه معلوم بكما وانت وني بكما وان حدد منقب حدي قباچو غرروا مراجراچو حد الله حدنا لما تكلم الصحابة صحابان دبن وان حديدا ولا تكلموا لكن في زمن تابع التابعين في زمن عبد الله بن المبارك فقالوا لعبد الله بن المبارك بأي شيء نعرف الله ربي مالين بيننا ينا فقال باستوائه على عرش ربي نرشيرة التوران بيننا وبانفصاله عن الخلق خلق الدبود عن بيننا. قالوا بحد كان عن بيننا حد من بيننا قال نعم نعلم بحد. قال بعض السلف لله حد كبير ربي وبعضهم قالوا ليس له بحد. الذين أثبتوا إسهانا حد كبيرني حد يعرف حد ربي به والذين أنكروه حدا نعرف حد بمنكر وتركوا كلام ديس لأنه لم يجي بالنص كما قال أحمد نصف الله بما في القرآن والسنة ولا نتجاوز القرآن والسنة. الإمام أحمد رحمة الله عليه. والغايات غايار رالي هونغر رالي ربين التئي أغان جيشورا واتقو غايات جيشورا أما سابي كني لكي سابي كني غايات غرما ربين كان الرأولت نوتي حقيقة صفات سارا كيفية صفات جيشو كيفية صفات سارا وانين بيغني كيفية ذات سوانين بيغني غايا سارا كبه كنجرمو. والأركان أركان الرالي أركان ركنو ونرى أجزاء
akka ajizaa makhluuqaa ruknii kana jechuurra olte wal a'daa'i qaamoowwan irraallee olte qaamoowwan akka qaamoowwan makhluuqaa qabaachuurra ka akka wajhii yadii qadamaa zaataa kanasiidhaan dhufe wamannitti dhufe nabbarraa a'daa jechuun nannu laakiin haqiiqumaan malu qaba harkasaa malu qaba qadama miila isaa malu qaba laakiin akka miila makhluuqaatiin jennu ka isaa malu jenna laa taxwiihi isatti marsituu aljihaatu sittu jihaanni sitti itti marsitu ay laa tushbihu sifaatuhu مخلوق صفاني سارا صفات مخلوق أم فكرتوي حينما كان يرو ذاتك أبجنو أرك ساملك أبجنو وجي ساملك أبجنو سوا أبجنو صفات سات الاتفاق في الأسماء لا يدل على الاتحاد في الحقائق لا تحويه الله تمرسته الجهات ست جهان ست الله تمرسته فالله فوق الجهات رب باجات مخلوق أجرا خنافو جهان ستين خلت أرفنو مخلوقا والمخلوق لها نهاية من الأرض السبع إلى السماء الثانية الثالثة رابعة إلى السادسة إلى السابع إلى الماء إلى الكرسي إلى العرش إلى الكتاب الموضوع على العرش مخلوق نجد نهاية كبدي والموجود خالق ومخلوق والخالق فوق المخلوق جهان ستين مخلوق نتمرفم تجدون ملل الله فوق الجهاد الست يوكان أن تنكر الريهن جرويوت وهذا قول يخالف الكتاب والسنة وما خالف الكتاب والسنة ولو قول من قال قولي إنه اللي صوته جده قولي جمال دا مردودتها عبارة مسنفة عبارة محتملة لكن جروا ما جروا لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات كسائر المخلوقات أكا وام مخلوقات كان ستين سمرسيت يروجدو خالقني فوق الجهات جرا سلا جهاتك سنجرو جهاتك جرمو بحسب الكائن كالتي كدانجس بحسب الكائن نحن الآن في الأرض وفي الأرض ومن الأرض في المسجد كالتي ميغتنو دانجس سيجرا كالتي جانو دانجس سيجرا الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق والتحت كالتي كن أكدنو دانجس ماري نحن مخلوق بمخلوق مخلوق الله فوق المخلوق ربي فوق المخلوق وانتروفي خلتي جائسة دانجي سنجرو أكا منتجعاتا كسائر كجميع سائر معنى جميع سيدي أكا مر مخلوقا خلتي جان إسا دانجي سن خالقا خلتي جان دانجي سنجرو عبارة كانت أبتنيتو وري معطلان وري صفاتنا فيان لا تحوي الجهات الست كسائر المنتجعات لا تحوي الجهات الست فالله فوق جميع الجهات كان جهان ستين قلتني خللوا إذا كان مخلوقا في مخلوق الله فوق المخلوق قرر أرشيدا كتابا كامل ملك نارا كجر مالين الله خناجتي كلتي كنا تسجانجي سمون جرم لفظ الجهات هذا فيرا لفظ الجهات هل ثبتت لفظ الجهات لفظ الجهات هذا فيرا لفظ الجهات بالنص باللفظ يوقف لنبه فالأدلة جميعها تستلزمه جهات ما رجعتو فوق الجهات قال الروا مراجع جدود إليه يسعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى وهو العلي الكبير أين الله إنهم في السماء آمنتم من في السماء وأشار النبي إلى السماء اللهم اشهد
أدلان هدوني قرر ومراجع جتشو كنتي فالأولى الرجال للمصنف مصنف في أن يترك هذه العبارة عبارة كنديس ما لأنها لم تجي من دفن لم يجي دفن لنفيها نفي سيتي في لم يجي نفيها في الكتاب والسنة نفي سي كتاب والسنة كي ستدفن سلا أولا مصنفي لا فكي عبارة كنادي سودا لأنه لا يحوي شيء لأنه فوق الجهات لا تحوي الجهات الست يعني ستي سمرستو لأنه لا يحوي شيء لأنه فوق الجهات الست فوق الجهات الست وانتفي واني سمر سنجرتم عبارة مجملة عبارة كان قبتني ورين صفات علوين فيان دليل قرأته ويستدل بهذا يستدل عليهم بالكتاب وقول الشخص لا يكون دليلا إلا إذا وافق الكتاب والسنة حتى ولو وافق السنة الكتاب والسنة إذا كان مستنبطا وكان عليه الدليل يؤخذ به سفرة ممله وإذا كان لفظا مجملا يفسر ويوجه على الصحيح سير تأمل ما أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ مقدمة وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال فكي عبارة كان لفظ مجمل كثير كان كيسا أقوال سديد طب فطائفة تنفي فكي عبارة كان نديد وطائفة تثبتها متكلم توتني رجاس ورددا ما رددا جنان لأنه لم يجد مثل هذا في القرآن والسنة وتحفظا من التشبيه تشبيه الرائقة وطائفة تقوم تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية الفاظ اصطلاحية ليس كذا ليس بجوهر ليس بجسم وليس بكذا ليس بكذا سلوبكم والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا استلزم الإثبات وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها مقصود سادا إلى لم ولنتهم إن الألفاظ مجملات فيه والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة مشبهة تدي بسوفي يروا ما الجميع تعالى عن الحدود والرجلتين حد مخلوقات قولي غاية مخلوقات قولي أركان أعضاء يدين الخالقة كيد مخلوقات يدي خالقة مخلوقات ورفق سورتي رددوا في دبتي أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وهشام الجوالقي وأمثال القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك كرملك جرجلا كثيرتي رددوا في قريم مال جن آياتهم قدر بني أثبتوا لله ما ثبت للمخلوق ما يلا أثبتوا كل شيء لله ولا تسألوني عن العضو يعني عن الفرج مقفى والحيار ربنا نقاطتنا فما مر ربي رقاسا ورجل تجرب تعالى الله عن ذلك فالمعنى الذي أراده الشيخ من النفي الذي ذكره هنا حق لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفي حقا وباطلا مقصود نسانا قاف صفات مخلوقا كمخلوقان فيون ملكا خالقا سارقا سيوته لا تهويل جات ستوداني مخلوقا كيسن قبني فوق مخلوقاتي جرجت يوته هكذا معنى صحيح لكن وربودا مو معنى باطلات نكني أكمل فهمني جدني فالمعنى الذي أراده الشيخ الذي ذكره هنا حق ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفي حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك وهو
أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا مخلوقني حد ربي وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته ولذا قالوا لا يعلم كيف هو إلا هو كيف يصف ربي كن أكمي كبير جلوس ملك. وقال أبو داود الطيالسي سليمان بن الجارود أبي داود صاحب سننات الدكني كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك القاضي وأبو عوانة لا يحجون ربيني حديثانا يقولون لا يذكرون لله حدا أي غاية لأنه ليس له حد ربي حدين كبو جتشوبت مال ملين ربي بحدين دبة جتشوبت ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يروون الحديث حديثا أوديسا حديث صفات ولا يقولون كيف جل. هذا يرد على من يقول مذهب السلف التفويض مذهب السلف التفويض ورجل رتردي لا يقولون كيف يجوم معنى سبب شيء كيفيات قالوا. وإذا سئلوا قالوا بالأثر أثران ديبس. وقد أعجز عن الإحاطة خلق وجدتون اللي كان فعلم أن مراد وأن الله تعالى أن يحيط أحد بهده هنقاسات مرسورة نم تكو ربين كان الراولتين لأن المعنى أنه غير متميز عن خلقه صفيتي حديثيني مخلوقا رعدبه كبو جتشمين هنكبا لكن حديثات نمني قول رجلتين ورمو حديث بجيسا حدي نعرف بالحد حديث ما فوق كل شيء باين من خلقه أنا بين ناجر عبد الله المبارك وري حديث بجيسا حديثا صفات مسادين مخلوقا رعدباسو ورمو حديث إن سبجيم نجدني حديث ربين بيو ربين قفت بيو سنبانني على ابن سلفا وللأمن كيت جميع العلماء لأن المعنى أنه غير متميز عن خلقه غير منفصل عنهم ججومته غير مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا قال بأنه على العرش باين من خلقه قيل بحد قال بحده وهو إمام أهل خراسان توفي سنة 81 و100. ومن المعلوم أن الحد يقال ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره والله غير حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه وأمر للآباد. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. حدي سمانا قولي تعريفة تقولني حدي فصل كذا كذا إذا كسي راولت. وقد سئل عن ذات الله سمعت سهل بن عبد الله الأسترية وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد الأمل ولا إحاطة ولا حلول. وأما لفظ الأركان لفظ أركان لا تنافي بين نعم. وأما لفظ الأركان لفظ أركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها في لفظ كذلك بمواد النفات على نفي بعض الصفات غير صفات نفي وكصفات يدي وجهي قدم بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن ربي أركاك أبا فولك أبا نفسي كما القرآن كيتنبت من ذكر اليد والوجه والنفس فهي له صفة بلا كيفية بلا كيفية بلا أن نعرف كيفية. ولا يقال جدم إن يده قدرته ونعمته جدم لأن في إبطال صفة بالنسوك سجرة إنه تجلب أبو حنيفة. وهذا الذي قاله الإمام ثابت بالأدلة القطعية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
أدلة كسبت جبتم والأدلة المثبتة اليد لله من القرآن بل يداه مبسوطتان أمرا لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الكلام كبر كيس أمر الله كمبرا والسماوات مطويات بيميني سماواني مرقسات مرمتودا تبارك الذي بيده الملك يا كمبرا ومن الحديث حديث الرّ ومن الحديث حديث الرّ وكلتا يديه أركسالا من يمين مرقايتو أمس كبرا يبسط يده فيقول ويبسط يديه أركسالا من دريس الله يقبض بيمين مرقساتين قبض صدقة إن الله خلق آدم بيده وخلقك الله بيده حديثني كان كيست سججرا دليل وجه كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دليل نفس ربي سبتونا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي كتب ربكم على نفسه الرحمة واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه وفي الحديث خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته لما خلقت بيدي ولا يسوء أن يكون معناه بقدرتي جتشنين مالي يو قدراته إبليس مالي خلقه بالقدرة قدرانا قتني خلقه ولا دليل لهم في قولي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ستي نعمان قدران فسر هذا مفسر بالقوة والقدرة بلا خلاف مالي في بلا خلاف نار ستنا للتعظيم وكذا أيدي للتعظيم والقدرة ست اللي أيدينا أبري أيدينا ست قدراتوني جميعا دبتون تعظيما مالي في لأن خلق الأنعام حصلت بالقدرة لا باليد يديد أنيمتي لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضاف إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة ولم يكن إن جن مال جن أيدي جن مضافا إلى ضمير المفرد ولا يدينا جن بتثنية يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع فلم يكن قول مما عملت أيدينا نذير قول لما خلقت بيديان وكذلك حديث سبحات لو حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات افتفول ساداج كمرتنو مالي مما يثبت لله أدلان كمرتنو مما تثبت لله الصفة صفة يدي صفة وجهي صفة نفسي وربي رقاس سراي ما ركستاناني تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات والإنقاب كدني في مالي أركان كمخلوقا أعضاء مخلوقا أدوات مخلوقا نفيه كربي نفسي تندو في دبته ممالي نفسي يدي جدا ممالي أركان جزئي مالي جرمو إنكم وأراد بهذا اللفظ المجمل المصنف الرد على المشبهة التي رددوا في ده أيا كنان الراجوامن لا تحويه الجهات الست يجون وأما لفظ الجهات فقد يراد به ما هو موجود وانجر وانخلق أما جهاني بوتان كنو في ست مخلوق بوتان ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم ما فوق العالم لأن هناك ليس مخلوق فوق العالم فالله قبل الخلق موجود
وصوني وان خلقني دراني جرا حين لم يكن مكان يرو مكان جرا وبعد أن خلق المكان على فوق المكان كما أنه موجود قبل خلق المكان بلا وجود مكان فالله بعد خلق المكان فوق المكان بلا أن يوجد مكان فوق العرش معرف أصوني في عرشين خلقين أصوبو تانين خلق منين دور هنجر بونجر هنجر ماري غافسن اسمه ملي وانجر قبل أن يخلق اسم ملي وانجر بعد أن خلق المكان فالله فوق المكان فوق المكان ربي ملنجر واني خلق أميجنا ربي كيس سجر جرى منجر أكم أصوني وان خلقني وجر بوتان نجر أصوني بوتان جرى مريوانجر بوتان جرى عدم محضين كيسا يروني بجر سنة يرو عدم محضين كيسا جر سنة أكما جريني ساسو مكان كيسا جرى فوق العرشين عدم محض كم مكان جرى سماري واجر يونجر مخالق ملك قباتي ونجر هنجر مال جراجو رافو مكان بربادا جراجو را مكان بربادا خم مخلوقاتي كان خالقانا بلا يحتاج الى مكان جراج فوق العالم خنافو شبهات المكان ونجر مكوني جراجو را زانو مكان بربادا خنافو يو غبارشي تجني مكانا أكملت ربين فوق العرش جرى جنة شبهان كوني ترد لمن فهم أن الله قبل أن يخلق المكان موجود بلا أن يوجد المكان بعد أن خلق المكان هو فوق المكان بلا أن يوجد مكان هناك خالق ومخلوق قبل أن يوجد مخلوق خالق فقط وسو مخلوقين نرجمين ينظر معروفة تجرى خالق بعد أن وجد المخلوق هو فوق العالم فوق العالم هذا عدم محض كما هو موجود عند عدم المحض يرو عدم المحض خالق ملواتو كنجر أكمجرو مكان جرا جمل إيجا مكان خلق إلا ننجر سجرا فوق العالم هذا عدم محض واني خلق أميجنا إني كيسة طلتين ما لي فيه لأن المخلوق لها غايات سما العرش والكتاب وفوق العرش والكتاب الله الله أبكم قاف الدرا بلا مكان خلق كيسة جراجم ملجرو أرى مكان خلق فوق المكان ربين آية جوابا أصوني لكي فوق العرش مكانا ربي مكان كيسك بچون قبطه زوجني على هذا الزعم الباطل زعمي باطل كان الرد ربي فوق المكان زي ملي مكان كيستي تأي مخلوقات جمعوان قبطه وسوء كالزعمي جركنات فوق العالم يجو جرك لا فوق العالم ولا داخل العالم أين قبل أن يخلق الخلق في خارج العالم عالم يجمع خلق خارج العالم قبل أن يخلق الخلق بعد أن خلق الخلق أين هو قبل أن يخلق الخلق في خارج العالم إفهموا دبينكم في خارج العالم يجمع عالم مخلوق آنيري عدم معاطي مخلوق وانجروا فيه قبل أن يخلق الخلق أين هو؟ في خارج العالم بمعنى في العدم هو لا يوجد مكان ينجر خالق فقط حين ذاك في خارج العالم بعد أن خلق الخلق أين هو؟ عندهم على زعمي سؤال على زعمي أين هو؟ في العالم لا داخل العالم ولا خارج العالم لا داخل العالم ولا خارج العالم
في خارج العالم قبل أن يخلق خلقك، هو في خارج العالم. بعد أن خلق الخلق لا ولا صار لا ولا. وثم مخلوقا خلقني درجة مولدر. يا روزنا خارج أو داخل؟ خارج. بعد أن خلق. لا يسأل. لا يسأل عنه. موجود بلا مكان. موجود بلا مكان. موجود بلا مكان. أين هو؟ بضرورة العقل. بضرورة العقل أن ما ثبت له ذات والنذان نسها ثبتي ذاتك أباتي حقيقة تجراتي ماهيات أباتي وجودا ذهني توريسي وجودا خارجي يوتي بضرورة العقل لا بد له من جهة، لا بد له من مكان، لا بد له من جهة. أكثر يعني وجود نجرا على وجود الديني خلاص، لا فوق ولا تحت، إنه مجرا بكم بينه. أكثر هم ولدهم قبلني ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. عباران جرادا عباران الله موجود بلا مكان يجنكم أصولي في هو مستوي على عرشه عرشيرة التارة حقيقة ذات مساتين عرشيرة التارة. بركة عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه يقول ذات مساتين عرشيرة التارة صوفيات أولي وهو حنبلي المذهب رحمه الله. جرتي ورنت صوفيان يتعوى جدا تفعل ما جرى ذات مع رشيدة الله. ثم استوى على العرش كربين العرش التي كانت تنتار الجديد والفرد. الله خلق المكان السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ثم يحلو عبارات سادة وري عرشيرة التيسن فيو عبارات محتملة وان زيدي يستدلون بهذه العبارة ولم يفهموها. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله يوتي كان مخلوقا. يوني في مكان كان أمر جروي أمر خلق ميوي كالله أمر جروي مخلوقا. والله لا يحصره شيء والنساء مرسل لا يحيط به شيء من المخلوقات. وإن أريد بالجهة أمرا عدمي ومن جروي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. لكن أهل التشكيك تشككوا في هذا بكون اللوج على العرش أشير يقول ما سلمان والنسين كساباس نباء. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح. جهة فوقيت يوجن غير مخلوقات كيس يوجن معنى صحيح. ومعنى أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات ثم خلق الجهات ثم صار فوق الجهات ثم يحال وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مستغنيا جيام إذا متى تنجرت عدما محضير فوقيني كربين التيسوني مخلوقني ونجر منجر الكتاب والعرش مخلوق والله فوق ذلك فوق سنكيتي وتكنجر ربي ملك هو تنقلكم تتكنجر كما أن الله موجود قبل خلق المكان وهو الآن على ما كان عليه كان. وهذا كلام ضلال.
حتى أثمتي يمالك والنمو والله خلق المكان وهو الآن على ما كان عليه كان مكانك لك إني أكما قافتي سنة رتتار قافة سنة في خارج العالم المكان مخلوق وكل شيء مخلوق باين النفس وهو في خارج العالم إيجا كانت واللي جري لا في داخل العالم ولا في خارج لا في داخل العالم في خارج العالم ليس في داخل العالم في خارج العالم والعبارة متناقضة أكي عبارة أنجرا ولا خلق المكان بعد أن لم يكن وهو كان على ما كان عليه قبل خلق المكان وسوم كان كاللكنين أكثر تيوي قبل خلق المكان في داخل العالم في داخل العالم قافت يتوني اتفاقات وقول الشيخ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقات فهو محيط بكل شيء شوف وامرات مرسال الله وفوقه قرر وامرات التعالى عباران سادة عبارة مصنفة رحمة الله عليه لا وإن كان أستي فوق اللي نفيودا في احتمالات أباته عبارة قنار بكيست عبارة قنار بكيست أولى مسمى فانوس كاتي الله وهو مستغن عن العرش ربي نرشي الأدرو ما داجا وما دونه ونرشي قدير الأدرو ما داجا محيط بكل شيء وفوقه وهو مستغن وهو فوق العرش وقد أعجز للإحاطة خلقه هذا ما سبب أن الله فوق كل شيء عبارة مصنفين عقيدان سابق كما وانت في عباران سالي احتمالها قباتو جرى عبارة سمولتاتي فسرما كسائر المبتدعات يروجدوا أنا سادا فاهمما أكا مخلوقات جهان مرتدو ربي تجهان مرسو يوجدو هو فوق المكان غير مكانات سائر معنانا ستي مالي جميع المخلوقات وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاد بعد رواية حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة قافتم فقال ينزل بلا كيف ربي قدب وكيفية ملك كيفية بكم الحقيق ماني وبهذا كان الراوي الندفدن وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمي بمعنى الكتاب والسنة ورّي علوي نفي يودي سير رابطة جده قرآن حديث فامون روان ولا لي أقوال سلف وان فامون ولذلك ينكر بعض من يكون فوق العرش وان ولا لي بل يقول لا مباين ولا محايث ولا مداخل ولا داخل العالم ولا خارجه فيصفونه بصفات العدم الممتنع ليس داخل العالم وليس خارج العالم ولا كذا ولا كذا الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة تدل قطعا أن الله فوق كل شيء فوق كل شيء علو الله فوق على كل شيء معلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة والإجماع لا يخالف في ذلك ولا ينازع فيه إلا الجهمية المعطلة لا تحويل الجهات الست جهات ستين ست مرسيت هو فوق الجهات الست أنا لو قلت ست مرسيت جهاد ست كجرا جهاد ست مال كبره
ganjalleedhaan agartee kallattii gadiitiin maqluunna jiraatuun kallattii jaanibaan gubbaadhaan hundi jira jedhamu jiru. Jalduun jiru eega shanii jiraatinii waa tokko immoo al-maqluuq macluumun biyyijihaati sitti. Kun inni kana ta'u haaliqa waan عبارات الله موجود بلا مكان أحباش. ذكر أبو منصور البغدادي في الفرق في آخر كتاب الفرق بين الفرق لا سند لها وهي منقولة فيما يزعمون أن علي الراودي وهي موجودة في الرسالة السجارية في كتب الشيعة كتاب الشيعة كيس الترجم في الرجل دانجر كتاب الشيعة ولد شيعة سوان الجهبي يوتات صفات رب وانا بمسك توبي عباران جرادا مقصودني الله موجود بلا مكان والمقصود بهذه العبارة الله ليس فوق العالم عنده وهذا باطل ولو قصدوا الله موجود بلا مكان المكان مخلوق بل هو فوق المكان فوق العالم كما نطق به الكتاب والسنة وكما هو موجود معلوم بالفطرة وهو مجموع عليه وسوف اتباعني صار معنى حقا معنى حقا لكن ما دام أنه كلام مجمل يجذبها هذا وهذا برتنقر في تبانا تريبوته فيه فلا نقول به وإن تجننت الأحباش من هذه العبارة يدندنون كل يوم يدندنون حتى يزعمون نغضب به أهل السنة على سنة ندلل سنة لا جائز ونحن نقرأ على مسامع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن في كل وقت قال الله وقال رسوله وهم يقولون قال فلان في كتاب كذا قال فلان ورحمة الله على الإمام الشافعي حيث قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي بعرض الحائط وخذوا بقول رسول الله. هكذا الحق هكذا الإنصاف. نعم مرانة قدني مالتي فدميتي مكان مخلوقات رب فوق مكان قدني خلقمتو كرجرا كاغتين نول تيسون ادم محط كيس تولتي ادم ني محدين مكان قدني وانجر منكبو اي شبهات المكان تقرؤون في مقدمة مختصر العلو للإمام الذهبي حقق والشيخ الألباني وتنكيسة قرأت شبهة المكان وعنجري وصوكر جدت يروكم لا تخف من الزام وصوكرت إتي ارمي بي يروكم والرباط سواء كان ورباط لا كن ورمز الماسر طوائف إسلام في الأمة ورا خارج إسلام ستو لوازم نجري إلزام ورا حق أقولنو قرين لزوم حق تجرى ولازم القول ليس بقول أما مثلا ربي حقيقة ما رشيرة تلدينا توقع خلافا شاكي سنكم إيه سجر ربي وجن فوق الرشيرة توقع قصوم وعشائرة وأحباشي وإبركاط الأعلى وإقامة أين الله لا يقال أين ينتفض الحين ولا قال فلان في كتاب كذا قال صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم قال فلان قال رسول قال لك أتوا لشو قال ستو ثارو لا قالوا سودن دي ليشي قال الله قال رسول الله بسبب
قال فلان مالك قال فلان قال شيخ فلان قال الصحابة ينفرتين ديم وقال الصحابة يفيد سنة ساية تامتي رنجم قال فلان كتابك زائد بدين إبسا على ربي آية تو قالت كرامه إبسا كلا غوري فصار هباء لازمني جرب مول زمبوت ليس بلازم يرمي في ربي أشيرة تلتجن اسم مخلوق فكيستني ما يوم فكيستني أهل الحق أعلم بالحق وأرحم للخلق أهل السنة والجماعة أعلم بالحق وأرحم للخلق مالي هم يفهمون الكتاب على منهج السلف الصالح الذي كان منبعه من الكتاب والسنة فهمتي كتاب السنة على موروث من النبي كرك مرة عالمت فهم يا دع الله يا دع فلانين الدين هذه العبارة عبارتهم ليست لها مكان لا محل لها من الكتاب والسنة بالمعنى الذي أرادوه وعبارته الله موجود بلا مكان أين أخذت من القرآن والحديث بالمعنى الذي أرادوه بنفي علو الله لا مكان لها من الكتاب والسنة والكتاب والسنة كلاهما يخالفان يردان يبطلان هذه العبارة عبارة بطل مالي ربي قرر ومراتل تقول حديث نزول حديث متواترة قرر ومراتل تقول لكن بالمعنى وصو معنى سنت كما أشرت الآن صوت فرني فيها وجه من النظر مات ورما معنى تتوقع ورما معنى تتوقع سلامنا كان وهن السلف ينطقون بما نطق به الكتاب والسنة علي جدين بعد ثبوت السنة علي جدين من قاله عليه فليثبت السنة ثم نتكلم على المعنى هل يقال الكتاب لا حينما نقول الكتاب فوق العرش الكتاب موضوع على العرش والله فوق العرش ربين عرشي لتلت أكمل تلت كيسا الكتاب موضوع على العرش عنده اسم بر الله فوق العرش والكتاب على العرش قال سر ما عنده كرسيني عدم الرحمن يجر رواياني من عباس راتبتونا كيف ياسينا الله أكم عرشيني عرشي رتول دارجن ينزل أكم قريبا جن كيف ياسينا الله أي مال صابر سبجون ساسون له حكم الرفع واني اتيادان جنم نزولهم بوابينام وهو العلي الكبير ربين قرر ومرات الدار وانتو كوني قرر ساجل الجنوب في حالة النزول كيسة كمتبوا هم بوا قرر ساوان تو كمتبوا الله لا تعوين جالس نو كيفيات قالوتا هم بوا حقيقة بوا مخلوق كم قد الله دخول في الكيفية نحن نثبت النزول مع كونه فوق كل شيء ولا يلازمنا هذا ولا يتعبنا لأنه كيف أحاديث في الصفات وآيات في الصفات ننطق بما نطقت به وان آية ندبت وان حديث ندبت سنة جنيت كيفية كمي وان جرم كان نقله
إلى العالم كله. فالواجب واجبني أن ينظر إلى الأمور في باب الصفات، باب صفاتا كيستي، هذا باب صفاتا كيستي، أن ما أثبته الله وأن الله سبتشي سيجد ورسوله وأن الله سبتشي لنفسه من صفات العلو والاستواء على العرش، من صفة الوجه والنفس والعين واليد والقدر والعلم والقدرة، أثبتناه إسني رقاس بخلاف المعطلة المشبهة ورموا قادان قادربا قال جرادين. وما نفاه الله وأن الله نفيجد ورسوله إرجمان رب الله نفيجد نفينا وسني نفيانا. هذا كلام وفيه نوع من الاعتراض، اعتراض صرفي يسوط من اعتراضا خفيا والعبرة. واني ربي رو في سبجي من عبارة احتمال كم كان وجي تقولي أو وجي لبيو وان ربي سبجي من وان الكمان سبجي من وان ربي نو فرادة بمسي سركمان بمسي نيت بمسي ناجد بركوته. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبيه وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم.